يا صباح الخير او مساء الخير حسب ما بتشوف الفيديو دلوقتي. جاياكم بفيديو جديد النهارده هننضف مع بعض عيون البوتاجاز. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسيش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، وكمان تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واوعي كمان تنسي اللايك الحلو منك. يلا بقى كده نبتدي الفيديو. هنا بوريكم عيون البوتاجاز كانت حالتها صعبه جدا من الدهون، وطبعا الدهون دي اتحرقت فبقت المشكله مشكلتين. بس ان شاء الله مع الخلطة الجبارة اللي انا جايبها لكم النهاردة هتسيح كل الكلام ده وهترجعه جديد وبيبرق زي ما انتوا هتشوفوا لو تابعتوا معايا الفيديو بإذن الله. تعالوا بقى كده نبتدي وهقول لكم هنعمل ايه دلوقتي. هجيب كده طبق بلاستيك يكون تقيل ما يكونش خفيف عشان برضو يستحمل يعني الخلطة. حطيت فيه 2 لتر من المية. طبعا زي ما انتوا شايفين ظهر على الشاشة كده مكونات الخلطة. قلت برضو اكتبها لكم عشان ايه لو حد نسي ولا حاجة يلاقيها كده موجودة. حطيت هنا 150 جرام من ملح الليمون، وبعد كده هنزل عليه ب150 جرام من البوتاص. شايفين التفاعل؟ هو طبعا مش باين قوي عشان الإضاءة، بس مجرد ما انا حطيت البوتاص عمل زي فوران كده. وكمان هحط عليه 100 جرام من الكربوناتو، وهنزل عليه بكوباية صابون مواعين، اي نوع صابون انتي بتستعمليه مش شرط. انا كنت يعني بفضي الكيس كويس جدا يعني عشان يبقى المقدار مظبوط. هنا بقى نزلت كده الصابون زي ما انتوا شايفين، واخر حاجة واخر مكون معايا هروح منزلاه الخل الابيض، هحط برضو منه كوباية، وهقلب بقى الخلطة دي كلها كده مع بعض عشان يدوبوا كويس جدا. زي ما انتوا شايفين كده انا قلبته كويس جدا وتأكدت ان كل المكونات دابت. هبتدي بقى ان انا اسقط كل العيون فيها والفوين وكل حاجة زي ما احنا ما متعودين ان الخلطات دي لازم نكون واحنا بنستخدمها لابسين كلافز ولابسين كمامة عشان ما يحصل لناش اي حاجة لا قدر الله. ربنا يحفظكم يا رب من كل حاجة وحشة يعني. زي ما انتوا شايفين كده انا حطيت بتاع حوالي نص كوباية كمان كده، زودتها مية عشان تغطي العيون خالص. هسيبها بقى كده لحد بكرة. انا كده كنت بالليل، تاني يوم ان شاء الله بكرة الصبح اوريكم بنضفه بكل سهولة ازاي. كده زي ما انتوا شايفين احنا اهو. تاني يوم مسكت بقى السلكة الناعمة دي وبكل سهولة بدعك كده، شايفين؟ يعني انا عشان بس كنت مسرعة الحتة دي بس باين جدا الفرق. مجرد بس ما بمشي عليه بالليفة الناعمة دي بتلمع كده زي ما انتوا شايفين. شايفين العين دي سودا ازاي؟ مجرد بس ما دعكتها شوية كده رجعت للون بتاعها الفضي اللي بيلمع. بصراحة الخلطة فعلا تستاهل ان كلكم تجربوها، لان هتسهل عليكم جدا عيون البوتاجاز في تنظيفه وكده. هنا بصراحة العين دي كانت فيها حروق قوية جدا بس انا سبتها شوية برضو. بالنسبة بقى للفوين دي دعكتها كده. بس انا عايزة اقولكم على حاجة بقى، يعني دي اضافة من عندي انا بعملها على طول. الفوين مع اي مواد كيماوية مش بترجع للونها الذهبي اللي هي بتبقى اساسا متصنعة بيه. بس انا عندي بقى خطوة كده هعملها معاكم وهوريكم ان انا هرجعها ازاي لونها الذهبي اللي كأنه جاي من المصنع بالظبط. شايفين؟ هو ده كان لونها اللي قبل ما نعمل الخلطة اللي انا هقولكوا عليها. طبعا دي اختياري، هو كده كده انا نضفتهم وما بقاش فيهم دهون ولا اي حاجة، وعادي ممكن تشتغلي كده على طول. بس لو حابة بقى ان انت ترجعيهم لونهم بيلمع كده وذهبي وجميل اعملي معايا الخطوة دي. طبعا دي انا كنت بقول لكم ان دي كوباية كركديه. جبت هنا حلة ستانلس حطيت فيها كل العيون، آه، الفوين قصدي، واللي هي ال البتاع اللي بيبقى من فوق العين ده انا معرفش اسمه ايه بصراحة. بس لكن الفوين خلاص انا استكفيت بنظافتها. مش عارفه ليه انا بتلخبط، العيون قصدي، استكفيت بنظافتها وركنتها ما خدتش الا دول بس.
هحطهم بقى على النار كده وهسيبهم يغلوا شوية كده بتاع حوالي نص ساعة، وارجع تاني اقولكوا هنعمل ايه. خلاص هي هنا كانت غليت، والكركديه بقى عمل المفعول بتاعه. بصراحة الخطوة دي حلوة جدا، هتشوفي الفرق معايا دلوقتي. هنا طبعا كانت الحلة سخنة جدا، بس انا كنت بحاول ان انا اتعامل معاها يعني. اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا انتوا هتقولوا ايه ده، ما حصلش حاجة والعيون زي ما هي، الفوين زي ما هي، بس انا هوريكم ايه الفرق دلوقتي. بصوا بقى، جيبوا بقى زي الليفة دي، اللي هي بتبقى يعني ناعمة وفي نفس الوقت فيها زي استانلس، بتبقى الليفة دي حلوة جدا في الدعك. بصوا بقى، شايفين؟ مجرد بس ما تكيت عليها كده شوية، لقيت اللون اللي هو الذهبي اصلا ابتدى يرجع تاني. واللي وصل بقى معايا لحد دلوقتي في الفيديو ما ينساش يعمل اشتراك، وكمان يعمل اللايك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد انا بنزله. وبستنى كومنتاتكم الحلوة اللي بتحفزني وبتشجعني ان انا اقوم اصور بسرعة عشان ما بعدش عنكم كتير. زي ما انتوا شايفين العين عاملة ازاي، دي اللي كانت لونها اسود. بصراحة يعني خطوة الكركديه دي لو عملتيها مش هتقدري تستغني عنها، هترجعلك كل عيون البوتاجاز بتلمع. دي طبعا العين الكبيرة برضو هتلاقيها كده رجعت احسن من اللون اللي كانت فيه الاول. طبعا هي كانت سخنة جدا مش قادرة امسكها، بس قلت لا وعلى ايه بقى العذاب. جبت حتة المطبخ كده وسندت بيها، وابتديت ان انا ادعكها بقى كويس جدا. طبعا ان شاء الله احنا مكملين في تنظيفات البوتاجاز. باخد لكم يعني خطوة بخطوة فيه، ومش عايزة اعمل لكم الفيديو كله كامل مرة واحدة عشان ما يبقاش طبعا طويل عليكم، وما يبقاش كمان مجهود عليا انا. فباخد لكم مرة كده الحوامل، مرة العيون، لحد ما هوريكم البوتاجاز هيرجع جديد ازاي. دي بقى اللي هي بتبقى فوق الفونيا، برضو هنضفها كده كويس. هتلاقي كان فيها سواد وحروق برضو هتطلع. هي طبعا كانت طالعة من الخلطة بتاعتنا، بس يعني زيادة تأكيد. وده الشكل النهائي للعيون بتاعتي. ايه رأيكم فيها؟ مش هستناكم ان شاء الله تكتبوا لي كومنتات حلوة وتقولوا لي ايه رأيكم. وده كان الفيديو بتاعي، ويا رب تكونوا استفدتوا منه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة، وأقابلكم في فيديو جديد.